بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محرم مصطفى، فني ميكانيكي خبرة 20 سنة في مجال ميكانيكا السيارات. إن شاء الله جاي أتكلم معاكم النهاردة في موضوع مهم جدا، اللي هو إزاي تقدر تشخص العيب وإيه هي الطرق الصحيحة لتشخيص الأعطال. إحنا معانا 3 طرق. الطريقة الأولانية اللي هي فحص النظر، دي موجودة على الاس اي، إن أنت تفحص أي حاجة بتخش لك بالنظر مبدئيا. تاني حاجة التشخيص باليد، إن أنت في أجزاء بتحتاج تفكها بإيدك. تالت حاجة الفحص بجهاز الأعطال، انت بتستخدم جهاز فحص الاعطال. تابع معايا الفيديو للنهايه عشان ان شاء الله تقدر تستفيد. اول حاجه هنتكلم فيها او اول خطوه هي الفحص بالنظر. الفحص بالنظر ده في كل الطرق. العربيه جايه لك في اي وقت ان شاء الله، حتى لو هتغير زيت وفلتر، بس لازم تعمل عليها تشيك اب كده بالنظر. لو في تسريب زيت بره، لو في ميه ناقصه في العربيه، لو في حاجه لازم تبلغ على طول صاحب السياره او المهندس المسؤول عليك بان في مشكله معاك. فقبل ما تغير زيت وفلتر لازم تحل المشكله اللي في العربيه الاول. طيب انت دلوقتي مثلا العربيه صرفت معاك ان مفيش كهرباء في السياره، اول حاجه بتعملها ايه؟ بتفحص بحث نظر كده مبدئيا، تشوف كابلات البطاريه راكبه، ممكن يبقى في كابل متشال او في سلكه مخلوعه هي اللي فاصله الكهرباء عن العربيه. ما تتسرعش على طول. دي طريقه الفحص بالنظر. تاني حاجة الفحص بالفك. في أعطال بتقابلنا لازم إن إحنا نفك أجزاء. يعني مثلا العربية اللي معانا دلوقتي فيها مشكلة في التربو. العربية طبعا ما بتسحبش. طب إحنا نقدر نحدد إزاي إن التربو فيه مشكلة؟ لازم نبدأ نفك أجزاء عشان نقدر نعرف إن العيب فعلا في التربو. تمام؟ أول خطوة بنعملها بنفك خرطوم الهواء أو اللاي بتاع الهواء اللي واصل للبوابة. إذا لقينا البوابة فيها زيت نعرف على طول ان التربو كده فيه مشكله، لان التربو هو اللي بيدخل ممر الهواء للبوابه سوره البطن. اول ما بنلاقي فيه زيت بنعرف على طول ان فيه مشكله في التربو، فبنضطر بقى نفك الاجزاء اللي متصله بالتربو عشان نطمن على الريش. بص كده معانا العربيه ديت، التربو بتاعها مقفول خالص، قافش خالص، ما بيلفش لا يمين ولا شمال. دي كده طريقه الفحص بالايد. وبرضه نفس القصه، انت هتفحص على الفحمات مثلا امامي او الفرامل، لازم تفك العجله. دي كلها طرق فحص بالايد. في حاجات لازم تضطر ان انت تفك وتجرب وتشوف كذا حاجه. ومعانا الخطوه الثالثه لتشخيص العطل او تشخيص العيب، ودي من اهم الخطوات برضه، اللي لازم الفني لو عاوز يطور من نفسه لازم يكون عنده جهاز الاعطال. ما ينفعش فن في 2025 ما تشتغلش على جهاز الاعطال. حاول تطور من نفسك وحاول تعلم نفسك، حتى لو تقدر تعمل بس سيرج او بحث. فجهاز الاعطال احنا ما بندخلوش على السياره الا ما بيكون في لمبه الاعطال منوره، او لمبه الاي بي اس، او لمبه التراكشن. اي لمبه احنا محتاجين نقرا فيها، نشوف الكود اللي متسجل ايه هو. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن ما يبقاش في كود، بس احنا بنحط جهاز الاعطال نعمل بيه تيست في كذا حاجه. تيست المراوح مثلا، عمال بتسخن وعايزين نشوف المروحه شغاله ولا لا، بنعمل تيست المراوح. بنعمل تيست المراوح، بنقدر نجرب اكتر من دايره وهو راكب الجهاز، وبنبص على الداتا انجن اذا كانت في قرايات عاليه او قرايات واطيه بالنسبه للحساسات. وهي دي المعلومات ببساطه ان طرق الفحص للسياره، او بتقدر تشخص اي عيب ازاي. ان كان من توفيق فمن الله، وان كان سهوا او نسيان فمنه من الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استغفر الله لي ولكم.